يا اهلا وسهلا بيكم طلاب تانية ثانوي في كل حتة وفي كل مكان. اهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الانجليش على قناة تريبل تي. النهارده جايين نخلص يونت 2 باذن الله عشان نبدأ نحل عليه. النهارده هناخد النص بتاع يونت 2 بارت 2 يعني. هناخد برضو زي ما احنا متعودين الفوكابس والريدنج listening، وهناخد الجرامر برضو. الجرامر بسيط جدا والحاجات اللي عندنا اصلا النهارده بسيطة، فان شاء الله نخلص بسرعة عشان نبدأ من الحصة الجاية او المحاضرة الجاية او الفيديو الجاي يعني نبدأ نحل باذن ربنا على يونت 2. يلا بينا من غير كلام كتير، يلا نخش على اليونت ونفنشه. يلا بينا. طيب عندنا في الجزء الاول ايه هو الفوكب كلمات سهله جدا، تقريبا هتبقى معظمكم عارفها يعني او خدتها في السنين القديمه، ولكن خلينا نمر عليها مر سريع كده. ايه مر سريع؟ نمر. عندنا اتشيف يعني يحقق، لما تيجي تحقق حاجه انت بتاتشيف something. ده الفيرب achievement هي التحقيق او الحاجه اللي تحققها. طيب مقال article. عندنا جذاب attractive. beef اللحم البقري. طبعا اكيد عارفين اللانش beef. belief بالاف يعني اعتقاد او ايمان، ده الناون ده الاسم. انما believe بالفي دي اللي يعتقد. I believe I اعتقد. I believe a belief انا بعتقد باعتقاد او بؤمن بايمان. chopsticks اللي هي العصيان بتوع الاكل بتوع الصينيين دول اللي بيعملوا كده كده يعني. complicated معقد. زينا كلنا كده، كل كائن فينا complicated، انت complicated وانا complicated وكلنا complicated، والانسان ده اعقد كائن حي على كوكب الارض وعلى الكواكب الاخرى، يعني لو في كواكب اخرى فيها حياة. confused مرتبك. بالمناسبة انا مش ملحد ولا حاجة عشان بتكلم عن كواكب اخرى فيها حياة، عشان بس مرتبك. confused. consider يعتبر. design يصمم. details تفاصيل. distant بعيد. انا بتزعل في الايام بده، لكن زي ما كل مره بقول احنا في مصر فلازم ما في صوت زي كده. يعني احنا لنا خربنا اصوات، نحن نحب تلوث السمع، فيعني خليك معايا وتلوث معي. فوريجن فوريجنر الأجنبي. جنرال عام. introduce يقدم. لايت حتى introduce دي بنقول لها introduce yourself، قدم نفسك. في أي شركة انترفيو رخم، في اتش ار رخم كده يقول لك introduce yourself يعني مش مشكلة. مين يعني أو مقصد. ماي ماب الخريطة الذهنية، لو أنت بتذاكر بالخرائط الذهنية تقعد تعمل كده رسومات وبتاع. أنا بذاكر بالمناسبة الحاجات دي في الكلية برضو، بذاكر بالخرائط الذهنية. نيم اسم أو يسمي شخص. اوبشنز اختيارات. personally شخصيا. phrase العبارة، بناخد phrases احنا ساعات في الانجليش. plate طبق. product طبق مش طبق اللي هو الدش، طبق مش طبق دش اللي هو طبق الدش، طبق الوجه، الطبق اللي بيجيلك في الاكل. plate ده الطبق اللي هو الطبق يعني مثلا لما تروح المطعم تقول له اطباقك الاطباق عندكم ايه كده، مش الاطباق اللي هي اللي باتنين ونص ما بتتكسرش، لا الاطباق اللي هو الطبق انت اكيد فاهمني. products منتجات. كويستشن. بص كويستشن لحد كويستشن ده سؤال. نير استطلاع رأي. كويستشنير استطلاع رأي. بتاع ما بكتبش ليه كويستشنير اهي بكتب كويستشنير ماشي. أقارب relatives. relatives respect يحترم أو احترام. rest الريست بتاعنا الراحة. rude وقح. rule قاعدة. share simple. tradition يشارك وبسيط، و tradition تقليد. type نوع. vertically عمودي. طيب abroad بالخارج. abroad بالخارج. climate مناخ. comfortable دي ما اسمهاش comfortable، اسمها comfortable 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 comfortable. انطق النطق ده وقول لي نطقته ازاي في الكومنتس، او سجل ريكورد وابعته لي على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي واقول لك صح ولا غلط. confuse يربك. fried الحاجه المحمره او المقليه. include يشمل او يتضمن. وعندنا prefer يفضل. repeat يكرر. snack وجبه خفيفه. suitable مناسب. windy عاصف، الحاجه الويندي. طيب زي الفل اوي. تعالى يا سيدي نروح للريدنج باسج. يلا بينا. عندنا في البداية personally I think it's important to respect our older relatives. أنا من رأيي أو شخصيا بحب أو بعتقد إن إحنا لازم نحترم respect our older relatives القرايب الكبار.
when South Korean families eat together. لما في جنوب كوريا بياكلوا مع بعض في العائلات, the oldest person at the table always starts to eat. دايما الشخص الكبير هو اللي بياكل الاول. The rest of the family, الناس اللي بتبقى مرتاحة, waits until يعني حتى wait ينتظروا حتى this person, اللي هو مين this person ده, الشخص الكبير اللي بيبقى بياكل الأول, finished eating before they finish their meals. يعني في كوريا لما بيقعدوا ياكلوا كده العيلة مع بعض, عندهم زي عرف كده او قاعدة او عادة, ان هما كل الصغيرين هو بيستنوا في الهيد اوف ذا تيبل. بيتقال عليه في امريكا ذا بيج دوج. هو كلب مش كلب كبير, ما بنشتموش, بس هي بتقال عليه بيج دوج, اللي هو ذا هيد اوف ذا تيبل, يعني الشخص اللي هو اللي قاعد على هيد اوف ذا تيبل, لا ترابيزه العصابه دي. المهم بيقول لك الكبير بتاع العيله بياكل, الصغيرين بيستنوا لحد ما يخلص اكل, ما ينفعش يقوموا وهو بياكل, لازم يخلص. يعني انت لو خلصت تطلع غصب عنك وغصب عن عينك عشان هو يخلص اكل, ما تقومش تغسلش ايدك, اوعى تقول اني شبعت. يعني مش عارف هم بيكملوا طيب ولا بيقعدوا يحترم, مش عارف يعني. It's believed that this shows our respect, أو your respect to the most important people in your family. ده بيوريك الاحترام, مدى الاحترام اللي في عيلتك. ده احنا كده مفيش احترام أصلا يعني. طيب بي بيقول ايه, as you probably know, زي ما انت عارف يعني. احفظوا الاكسبريشن ده بعضه حلو جدا, as you probably know, يعني زي ما انت عارف كده كده يعني. People in China usually use chopsticks to eat their food. الناس اللي في تشاينا في الصين بيستخدموا العصيان عشان الستيكس عشان ياكلوا الفود. However, برغم من you need to be careful about what you do with them when you're eating there. برغم ان انت لازم تبقى عارف انت تاكل, او بتاخد بالك انت تاكل ايه اصلا بيهم, او بتعمل ايه with them when you are eating there. تبقى عارف انت بتعمل ايه بيهم اصلا, مش ماسكهم عمال تلعب بيهم كده وخلاص. It's considered very rude, بيعتبر وقح جدا لو انت حطيت الستيكس بتاعتك vertically, يعني عموديا كده. لو حطيت الستيكس عمودي انت كده تقريبا بتشتمهم يعني. For example, I understand that this is Chinese tradition, but for me, Parisians who do this don't mean to be rude at all. يعني بقول لك انا عارف ان انا عارف ان في عادة الصين ما بيحطوش الستيكس واقفين كده عمودي, ده مش احترام. بس الاجانب اللي مش عارفين ما يعرفوش, ممكن يعملوها من غير ما يقصدوا. سي بيقول in my opinion, Friday lunch time isn't the best time of day for eating large meal. اللانش تايم ده مش الوقت المناسب او مش الوقت الافضل ان احنا ناكل large meal, وجبه كبيره. however, برغم من روسيا في روسيا it's thought that people should eat their largest meal of the day between 1 and 3 o'clock in the afternoon. برغم ان في روسيا بياكلوا اكبر وجبه عندهم مثلا لو ديك رومي ياكلوه الساعه من 1 ل 3, يعني يعتبر وقت الغداء. in the evening people usually eat some light food. في الايفنينج بياكلوا some light food, يعني such as bread, cold meat followed by tea. بياكلوا حاجات بسيطه جدا ومعاها شويه شاي. this is traditional way to eating in Russia. دي في روسيا حضرتك. تعال بينا نخش على listening يا سيدي. هيا بنا. بيقول لك ايه بقى في الليسننج, بيقول when you're writing a questionnaire, لما تعمل استطلاع رأي, you need to ask the right questions. انت لازم تسأل أسئلة صح, a right question. Some questions are a lot more useful than others. بيقول لك في أسئلة بتبقى أكثر إفادة من التانية. And very often small changes a questionnaire can make a lot of difference. بيقول لك يعني في اغلب الاحيان بتبقى small changes, تغييرات بسيطه جدا في الاسئله بتخلي questionnaire يبقى مختلف تماما او مختلف اكتر عن القديم يعني. first تعال نشوف الاسئله دي ايه او الدنيا فيها ايه. it's important that the question are easy to understand. لازم تكون الاسئله قادره تتفهم بسهوله. so it's always helpful to use simple language. لازم تبقى simple language, تستخدم simple language اللي هي اللغة البسيطة السهلة. if you use complicated language, اللي complicated لسه واخدينها فوق يعني معقدة, لو استخدمت لغة معقدة people will need to read or hear the questions 2 or 3 times. لو انت استخدمت كلمات تقيلة او اسئلة صعبة ايا كان, يعني لغة صعبة, الناس هتحتاج تسمع الكلام ده تاني مرتين او 3, هتقعد تعيد وتفهم تعيد وتفهم, وانت يعني بس مصير قاعد تفهم بس, يعني ما فيش questionnaire شغال اصلا. secondly, ثانيا,
It's important to use words with clear meanings. لازم استخدم كلمات with clear meanings يعني معنى واضح. مش عارف استخدم كلمات بتحمل معاني كتير، كلمات بتلخبط الناس. واخد بالك انت من الغمزه دي؟ يعني كلمات تحمل كذا معنى او تحمل معنى اخر. وخلي بالك من المعنى الاخر. ايوه. words like most and many mean different things or different people. So use words that are easier to understand such as almost all, almost none, and instead. يعني بدل ما تستخدم ماتش ومور والجو اللي احنا فاكسان ده واحنا مش فاهمين هو ايه الماتش وايه اللي مور وبتاع، استخدم almost all و almost none على اساس ان دول يعني الاولاد البطه البيضاء هم كلهم سود، بس مش مشكله. طيب thirdly، ثالثا don't have too many options. ما تحطش options كتير للناس. الناس معروفه ده ما تحطلهاش options اصلا. لو حطيت له options هيتنك عليك. خدها قاعده. الكلاينت لما تحط له اوبشنز كتير هيقعد يقول لك كرر لي، زود لي الاوبشنز اكتر، عايز اشوف تاني، ما تكررلوش اوبشن. ملحوظه تركيه كده ايه على السريع. ايوه. مش بنشرح انجليزي بس، احنا شغل والدنيا خربان. People get confused when there are more and 6 options to choose from. بيقول لك الناس بتبقى confused، بترتبك كده ومش فاهمه في ايه لما تلاقي اختيارات كتير. بصراحه ده حقيقي. Don't ask personal questions. ما تسالش اسئله شخصيه. ما تسالوش كنت بتحب مين، ما تسالوش الاكس بتاعك ايه. ما تسالش الاسئله دي. يعني ليه؟ طيب ما تسالوش ابوك عنده كام سنه، انت مالك ومال ابوه. اسال حاجات في الصميم اللي انت عايز تعمل عنها كويستشنير عن استطلاع الراي بس. ما تقعدش بقى تخش في حياته الشخصيه. انت مش مامته. انت مش هتطلع له بطاقه. وبقى حتى لو طلع له بطاقه اصلا ايه اللي علاقه البطاقه بالحوار برضو انا كمان. المهم تعال نكمل. like questions about money. ما ينفعش تساله على الفلوس مثلا. تقبض كام؟ السؤال الشهير. وبعدين انت عني على اللي بتقبض ما تقول يا عم انت خايف من الحسد. ما كانت مصر كلها هتحسدك يا عم عادي يعني. مش عارف انا بيقبض لي 2000 جنيه وخايف على يا اخي روح. People don't like talking about these things. Remember to ask one question at a time. اسأل سؤال في الوقت المناسب. Don't put two questions into one. ما ينفعش تحط سؤالين في سؤال. هو سؤال واحد أو سؤال واحد. For example, how often do you eat out with your family? Some people will eat out quite often, but not with their families. يعني انت حجمتها بالفاميلي. افرض ما باكلش مع عيلتي، انا باكل مع اصحابي دايما مثلا. يعني انا راجل مش بار بوالدي. ما ايه بقى؟ ما جاوبش على السؤال. انت كده لخبطتني. سالتني سؤالين في سؤالين، سؤالين في سؤال. بس المفروض يقول لك ايه بقى؟ and others might eat with their family all the time but only at home. يعني انت بتسال سؤال اهو قلت البيت ومش عارف ايه. مين؟ في ناس بتاكل في البيت، ناس بتاكلش في البيت. طب وليه يا حبيبي؟ ما تقول مين بياكل في البيت، مين بياكل مع عيلته، بس ده سؤال. ومين بياكل بره بشكل عام، كده سؤال. انت كده وسعت الدايره اكتر. ولكن زي ما تحب يعني براحتك يا عم، اعمل اللي انت عايزه. ده الكويستشنير بتاعك انت مش بتاعي. finally جينا للفاينل الحمد لله. Make sure the answers to your questions are easy to remember. Don't ask about events in the distant past مثلا, especially if they are about something that was boring. ما تسألش أسئلة مملة فيها إجابات طويلة الناس تمل إن هي تجاوبها. ودي أسئلة أي فورم تيجي تملاه من نشاط الطلاب. يقول لك أنت ليه عايز تخش نشاط الطلاب؟ يا عم أنا يعني من سواد عيونك، ما أنا عايز أخش عشان حاجة معينة. يا إما عايز أطور من نفسي، يا إما عايز أتنيل أتطور في اللي أنا جاي أشترك فيه ده. إيه يا جدعان؟ بس يلا. Then when you know the questions you want to ask, think about the best time to ask people. فكر في الوقت المناسب. ما تجيش لواحد بيفطر وتروح تسأله مين هو مش معاك اصلا مركز في البصلة اللي بياكلها. If you are gonna ask people about the recent event, for example, do it before the start to forget. يعني حابب تسأل مثلا الناس على الايفنت مثلا، فاسألهم قبل ما ينسوا يعني. وعشان كده انا بسألك وباخد كويستشنير لحضرتك في الكومنتس تحت، تقول لي رايك في الكونتنت اللي احنا بنقدمه. وانا على فكره بقدم كونتنت جرافيك برضو، ما تقلقش. انا بصيح دلوقتي بسبب كونتنت جرافيك الكونتنت اللي احنا فيه ده. ولكن لا تقلق يا صديقي، كل حاجه ماشيه بالترتيب ولا داعي للهلع. ما تنساش بقى تكتب لي رايك في الكومنتس تحت في الكونتنت بتاعنا. وان شاء الله انا عارف انه مش هيعجبك اصلا وهتقول لي تحت تقعد تشتم فيها، انا هلاقي كميه شتايم تحت. بس يعني راعي برضو ان ده ليا نفسيه. لو قعدت تشتم فيها تحت مش هكمل اصلا، هتلاقيني احبطت كده وموت. ممكن اموت من الصدمه اصلا. فيعني نراعي بعض في الكومنتات. طيب الفيديو سكريبت اخر حاجه خالص. فيديو سكريبت بيقول لك people in different countries celebrate different festivals. يعني people في مختلف المناطق او الاماكن اللي هي الكونتريز الدول بيحتفلوا celebrate يعني يحتفل different مختلف different festival. بيحتفلوا بفيستيفالز او مهرجانات مختلفه. but they all cook special food meal قصدي
for their families when they are celebrating together. بس هما بيعملوا special food، أكل مميز. عيب عليك. طيب let's talk about let's look at 3 examples for special meals for around the world. هناخد دلوقتي special 3 meals around the world. هناخد أهم 3 أو من حاجات جامدة يعني، 3 أكلات في حول العالم. طيب many Egyptians، هناخد بالمصري، اوعى وشك دخلنا في المصري كشري. many Egyptians celebrate the festival أو عيد الأضحى every year. بيحتفل بعيد الأضحى، خد عيد الأضحى بقى في الحوار. The most popular meal to eat on the occasion is traditional فتة. الفتة الفتة يا جماعة. Egyptian families usually eat فتة. مش عارف كل ما تيجي بالانجلش مش قادر اقراها يعني، بقراش فتة، بقراها اللي هي كأنها فتة، فبقول هي في الاخر فتة. فتة for breakfast. بيفطروا بالفتة. In Britain Christmas is the most popular festival of the year. Christmas حاجة واحد من أشهر الفيستيفال في السنة. British families come together on this occasion to eat special meal which is usually roasted turkey. بيعملوا بقى التركي بقى والديك الرومي والحاجات الجامدة with potatoes وبطاطس and other vegetables. بيعملوا كمان خضروات. And finally let's go to China. راح الصين بقى، يعني خدنا مصر بريطانيا الصين. Let's go to China where the New Year is the most important festival of the year. في الصين بقى ده راس السنة هو الايه الجامد أوي، the New Year. Families like to have a lot of lots of different things on the table when they get together to eat Chinese New Year. بيقعدوا كده على الترابيزة ويقعدوا ياكلوا مع بعض أكل كتير أوي صيني. This usually includes spring rolls, noodles, fish and chicken. الفيش عارفين والتشيكن عارفين، النودلز بتاع اللي عامل زي الاندومي ده سبرينج رولز الله اعلم ده منكر ده ولا ايه مش عارف، بس ان شاء الله هتبقى اكله حلوه يعني، ونبقى نجربها في يوم من الايام. طيب النوتس بيقول لك ايه؟ عندنا فرق بين شير اللي هو يشترك ويقسم، ديفايد اللي تحت يقسم على رقم رياضي ويقسم حاجات رياضيه، اللي فوق بيشترك او بيشارك في حاجه، يعني مفيش فرق اصلا، مش حاطهم ليه بس قشطه يعني. introduce و present. introduce بتقدم الشخص او بتقدم شيء جديد. present بتعمل present الشيء، يعني دي جايه منها البرزنتيشن، بتعمل تقديم اصلا، بتعمل تقديم. انت introduce yourself او to present something، احفظها كده introduce yourself او introduce someone present something شخص شيء. طيب هل في فرق جامد قوي؟ لا، ما هنا في فرق، في فوق بيقدم شيء برضو تحت بيقدم شيء، ولكن على حسب الاستخدام. تعالى كده ناخد الامثله، مثلا بيقول لك I introduced my family، انا قدمت في عيلتي، حلوه. طب تحت بيقول ايه؟ It was the school headmaster who presented the prizes at the party. هو present the prize قدم الهديه، ما introduce الهديه، في فرق. يعني introduce انت بتقدم اللي هو بتقدمها مش بتديها. present برايز مثلا بتقدم هديه، اسمها بتقدم بس اسمها بتديها له، بقدم لك هديه بمناسبه عيد ميلادك. انت بالمناسبه محدش جاب لي هديه بمناسبه عيد ميلادي، انا بخاطب بقى كل زمايلي وكل اصحابي اللي موجودين سواء كليه او بره الكليه او غيره. انتوا عيال نادله قوي ان محدش جاب لي حاجه في عيد ميلادي، عيد ميلادي جاي ان شاء الله، يعني اتمنى اشوف هديه ولا حتى صرصور حقل، يعني ميداليه كده، طب حتى بس عبروني باي حاجه. ولكن مش مشكله، احنا ما بنهتمش بالحاجات دي، احنا ناس حلوين ومش عايزين بريزنت برايز خالص ولا اي حاجه. بس كده. طيب include contain consist of includes، ايه ده؟ include يشمل، يقول لك include يتضمن كذا. مثلا price of computer، البرايس بتاع الكمبيوتر، سعر الكمبيوتر includes بيتضمن 500 جنيه للسوفت وير بس او للهارد مثلا. include contain، الكونتين زي جيم كونتينر، عارف الكونتينر اللي بيتهرب ده، بيتهرب فيه مخدرات وبتاع. contain بيحتوي على، بيتحط فيه، contain يحتوي على بداخله يعني. consist of يتكون من، عايز اقول مثلا الهيكل الاداري من مش عارف ايه بيتكون من كذا وكذا وكذا. عشيرة فلان بتتكون من كذا وكذا كذا، الناس بتوع الجوال. البورد بيتكون من كذا 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 كذا. فبنقول a football team consists of 10 players، يتكون من 10 players 10 لعيب.
طيب انكلوز يرفق، يقول لك انكلوز السي في بتاعك، انكلوز السي في مع الحاجه، مع المسج مثلا، انكلود انكلوز قصدي، فيرفق حاجه زي اتاشمنت مثلا. طيب ابرود وابورد وبورد لا وبرود. برود، برود تحت عريض او واسع، ابرود خارج البلاد، ابورد على متن السفينه. طب نعرفها منين؟ اقول لك يا معلم، تعالى كده معايا تفصيله غريبه جدا هوريك طريقه تحفظهم بيها. دي اي بي ودي اي بي، بس دي الفرق، دي ابرود ودي ابورد. بص، الار فين؟ جنبهم، اعكسها يبقى خارج البلاد، دي خارج. طالما الار جوه يبقى خارج، يبقى ايه؟ خارج. حلو قوي. دي الار فين؟ بره، يعني على متن السفينه. شفت حركه صريعه جدا؟ بص، الار جوه قريبه يبقى خارج البلاد، طردها. الار بره يعني على متن السفينه. تنفع ابورد او اون بورد، الاتنين ينفع. شكرا يا صديقي. اخر اخر حاجه، كلايميت، المناخ، الطقس، ويذر. ايه الفرق بين الطقس والمناخ؟ اصلا المناخ ده فتره طويله، الويذر الطقس فتره قصيره. الاتموسفير ده الاتموسفير ده الغلاف الجوي اصلا، صباح الفل، ده لا ده ولا ده ده الغلاف الجوي اصلا. طيب، اول مناخ المحيط بالشخص، يعني ممكن اقول الاتموسفير بتاعي. الاتموسفير دلوقتي في حر او في برد، فانا مش بتكلم على الويذر، انا بتكلم على الجو العام بتاعي. فكده نكون خلصنا الفوكاب كلها، والريدنج والليسننج، وخدنا الفيديو سكريبت، وخدنا كمان النوتس بتاعت الكلمات. تعالى بينا نخش على الجرامر. هيا بينا هيا بينا. اللانجوج في الجزء ده او البار ده سهل جدا، يعني هو عباره عن نوتس اصلا، فخلينا كده ناخد النوتس واحده واحده. ولكن قبل ان نبدا دعني اخذ رشفه من اليانسون المسكر الدافئ. لماذا؟ لانني لا اعلم، اريد ان اشرب شيئا ساخن. يا الله، الله، تسلم ايدك يا امي. طيب، اول حاجه بيقول تساوي الصفات. مين اللي بص بتاع؟ مش هشرب تاني. تساوي الصفات. ايه تساوي الصفات ده؟ عايز اقول ده ادي ده في الصفه، بقول بطريقتين. از الصفه از، انا كنت بقول اصلا اي ار ذان والحاجات دي مع المقارنه. از الصفه از يعني از ديفيكالت، از بنفس الصعوبه، بنفس الغباوه، بنفس الحزن كده. او not as so as، هي لو عايز انفي او بيتكلم النفي اقول not. يعني مثلا اقول محمد isn't smart as كيرو. محمد مش اذكى من كيرو، او مش بنفس ذكاء كيرو. ليه؟ كيرو اذكى. ها كده يعني. فاهمين الكونسبت؟ الفكره. as صفه as، او isn't او aren't او not as صفه as لو عايز انفي. طيب حلو جدا، عشان بس ايه ننجز سريعا الحاجات دي. مش ما فيهاش حاجه كتير، ف هنمشي عليها يعني. حاجه عايز نشرح نقعد نشرح فيها. عندما نجد فعلا حركيا اكشن في الجمله، فان الذي يصف هو الحال ليس الصفه. ده يعني صباح الفل ماشي. يعني بقول لك مثلا عايز اقول بلايز، عايز اقول بلاي، هقول بلاي جود ولا بلاي ويل؟ هقول بلاي ويل. ويل دي بيقول لك ده حال مش صفه. صباح الفل، ما احنا عارفينها. اللي مش عارفها، عشان برضو في ناس مش عارفاها عادي، ممكن تكون طالع مش عارف ايه هو الحال وايه هو الصفه. الحال حاجه بتصف الفعل في العربي. ركبت ركوبا، ده كده في افعال مطلق، انا بخرف. مثلا ايه ذهبت الى المدرسه ماشيا. انا رحت ازاي؟ ماشيا، بصف الروح، انا رحت مشي. انما قابلت واد جميل، الواد ايه؟ جميل، بيصف، ده صفه، خد بالك. فهنا بيقول لك احمد بلايز ويل، ما ينفعش اقول جود. احمد بلايز ويل حال. احمد بلايز فوتبول از ويل از عمر. ما قلتش ليه از الصفه از؟ خلي بالك بقى من التركيه دي. مش هقول از الصفه از، هنا هقولها از الحال. ايه ده؟ از الحال از. ليه؟ عشان انا بوصف البلايز يا معلم. شغل دي الانجليزي، عايز تشغيل دي بامانه ولا اي حاجه. ما تحفظش، احفظ از واز، وفي بتاع بيتحط في النص. از في حاجه غريبه بتتحط في النص. يا اما صفه يا اما حال. صفه لو حاجه، لو بيوصف اسم او اشخاص. حال لو بيوصف فعل. بس خلصت. شغل البصله، ما تعصبش الواحد. طيب، نو نيفر بتيجي في صيغه المقارنه. نو مثلا river in the world is longer than كذا. مفيش ولا نهر
اطول من النيل. سبحان الله. I've never bought. انا I have never. انا عمري ما عملت كذا. than كذا. عمري ما ركبت او شفت او اشتريت عربيه اسرع من هنا. مش هقول اسمها عشان ما نبقاش بنعمل دعايه. بقول لك احنا قناتنا قليله مشتركين، بس بقول لك ايه، احنا ناس تقيله. ايوه. فبقول احنا كلمتنا سيف، بس كلمتنا لوحدها دعايه اصلا. صباح الفل. متنساش بقى تعمل سبسكرايب بقى، الله يرضى عشان هعيط. طيب. ever. ever بحطها دايما قبلها I have ever seen. انا عمري ما شفتها. I have ever bought. I have ever كذا، اللي هو انا عمري ما عملت كذا. بتيجي دايما لما اجي اعمل تفضيل جامد قوي، مثلا اقول لك البنت دي مثلا شاطره قوي، انا اول مره انا عمري ما شفت حد بالشطاره دي. I have ever seen مثلا انا عمري ما شفت الفيلم ده جامد. I have ever seen before. وهكذا. يبقى I have ever. في فرق بين never و ever. never بننفي. I have never bought انا عمري ما اشتريت. I have ever bought دي بتيجي بمعنى اللي هو ايه، ياه الحاجه دي جامده، انا عمري ما ياه تعمل كده، ياه كده. هو ده. طيب. less than طبيعي. less و adjective than مقارنه بين شخصين او شيئين في حاجه. less expensive زي more than less than، ما احنا اصلا واخدينها في الدرس اللي فات في المحاضره اللي فاتت. لكن اعرف ان more than less than بتيجي لو في صفه كبيره ما فيش ما نحطش فيها er. حلو جدا. more er. حلو جدا. more er. the more books you read the more information you get. the more books you read كل ما تقرا كتب اكتر the more information you get. more كل ما تعمل كذا اكتر كل ما تعمل كذا اكتر. less وهكذا. er. طيب. بتيجي مع حاجات تانية عادي. ممكن اقول the fewer mistakes you make. الاقل الاخطاء الاقل اللي بتعملها، او كل ما تعمل اخطاء اقل. the higher marks you get كل ما تاخد درجات اعلى كل ما تاخد درجات عالية. فهي er ايا كان بقى مع اسمها. كل ما عملت كذا يحصل كذا. يا رب تكون فهمتوها. سهله جدا وبحبها بصراحه. انا بحب القاعده دي قوي. خد نجمه. بس هناك صفه مشتركه. احنا فاضل صفحه كده ونبقى خلصنا تقريبا I think. خلاص يا ابوي. اسرار الناس دي طيب. في صفات مشتركه في النوعين، فده ياخد est او more او يعني ايه. هو بيتكلم ان في صفات زي الصفات دي كلها ممكن نقراها ما نحفظهاش ما بيجيش عليها اسئله كتير اصلا. simple simpler simplest more simple. يعني ممكن تيجي بمور كذا او كذا عادي. simple بتيجي بsimpler او more simple. simplest او the most simple. فعادي يعني ايا كان اللي انت عايزه حطه مش فارقه. ممكن اقول لو بقارن بين حاجتين مثلا of two cars من عربيتين. my car is faster. ما قلتش the fastest او the fast، قلت faster الاسرع، لان كده بقارن بين اتنين مش مجموعه او مش بفضل. فما حطيتش ما حطيتش اس تي. مفيش حاجه اسمها the fastest اصلا. انا بهزر. بس ما قلتش هي الاسرع في العالم مثلا وهكذا. طيب. فعشان كده ممكن احط اي ار ويجي قبلها ذا عادي. دي الحاله الوحيده اللي بحط فيها اي ار وتيجي قبلها ذا. مثلا نهى is the younger of two girls. نهى الاكبر من اتنين. يعني هي اكبر من واحده بس، مش الاكبر من مجموعه. مش الاكبر في الفصل مثلا. طيب. ممكن احط most بدون ذا بمعنى very. most important most intelligence اكثر ذكاء وهكذا. تيجي كده بنزود يعني بنفخم من الحاجه دي. نستخدم of بعد صيغه تفضيل اذا راح شخص او فتره زمنيه يعني سهله. he is the cleverest. ممكن اقول اسكت او اقول of the cleverest of يعني الاشطر من صحابه والاشطر من الشله دي في الشله دي. طيب. ممكن اقول in عادي. ده طبيعي يعني لو في مكان اقول لك كايرو is the biggest city in Egypt. ما كده هقول in Egypt هقول in قبل Egypt طبيعي يعني. دي حماده هلال قوي. ايه بقى بيقول لك furthest و nearest وكده مع to و from. الfarthest اللي هي ده farther كده تاخد from. nearest to اعرفها. طيب. كلمات زي كده slightly even rather far little bit مش عارف ايه لبيان درجة المقارنة بنستخدمها يعني. او for much a lot. بنستخدم الحاجات دي في المقارنة برضو. بمعنى ايه؟ عشان ندي زي حاجات صغيرة. تعال اقول لك. خد مثلا اول مثال. gold is much
او a lot of far more expensive than. يعني ايه؟ يعني الذهب is بدل ما اقول more expensive than بس راح حتى يا جماعه قبلها كلمه much more expensive than، يعني بس بزود. دي لما احب ان الفرق كبير احط دول اهم، لو الفرق صغير او مش كبير احط a little bit a bit صغنونه slightly rather even little. دي ايه الفرق اللي نحفظه؟ ان هي دي حاجه مش كبيره قوي، حاجه كبيره جدا. طيب فرق بين letter last اللي بالتي واحده دي وقت محدد، وقت في المستقبل. see you later هقابلك يعني في المستقبل. انما letter بالاتنين تي بنشير للشخص التاني. يعني ايه؟ I have fans on both Facebook و YouTube and I have more fans on the latter. يعني انا عندي للتاني the latter اللي هو كده بيقول ان هو عنده اكتر على اليوتيوب. نوت غريبة جدا، نوت بصراحة جديدة يعني، حلوة جدا، مش كتير عارفها يعني النوت دي، فاحفظوها يعني. last ده الاخير، last week last زفت last person الاخير يعني. طيب الفرق بين elder و older. elder بتيجي دايما مع اقدمية الشخص، بالذات في العمر، لو في افراد العيلة كمان ما فيش بعدها زان، ما ينفعش اقول elder than، ممكن اقول older than، انما elder than لا. طيب ما older بقى، older لو حاجة في الماضي او قديمة، وممكن تيجي في المقارنة، لو عايز اقارن هقول older than زي الفل يعني. الدر اوردر هما بنفس الحاجه، بس الدر بيستخدم اكتر في العيله، اقول مثلا بابايا الدر من اخواته، او ماي الدر سيستر الاخت الاكبر، مش ماي اولدر سيستر عادي. ممكن لو قلت اولدر برضو عادي، بس الدر ادق. اولدر لو حاجه هتكلم في حاجه تاريخيه مثلا، عايز اتكلم دي اكبر من دي تاريخيا، اقدم منها، انا اقدميتي اكبر كده، في المقارنه older than. طيب زي الفل جدا. اخر حاجه هاو او وات كذا، عشان what a beauty مثلا، what a beauty girl، what a beautiful girl اهي. what an easy listen. how polite he is دي كلها تعجب، مش اسئله، دي مش صيغه سؤال. what horrible news. what lovely earrings مثلا، دي كلها حاجات للتعجب. حاجات ايه للتعجب، ما فيش لا فعل مساعد ولا اي يحزنون. هو وات كذا، وات كذا، وات كذا، هاو كذا. ده بيوصف لما احب ان انا اتعجب من حاجه، او يعني هي تعجب، ملهاش حاجه تانية اصلا. بس كده يا سيدي. اتمنى احنا كده خلصنا، احنا كده فينيشت، خلصنا يونت 2. يعني لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك وشير، تكتب لنا في الكومنتس يعني رايك في الدنيا ايه دنيتها وكده. ولو في اي سؤال مش عارف، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس، عشان ان شاء الله المره الجايه هنبدا نظبط الدنيا في الحل. وتابعوا معانا كده بتوع تانية ثانوي بقى، ايه همتكم معانا، احنا بننجز. احنا قلنا مش هنشرح يونت 1، عشان يونت 1 هنشرحه مع الباقيين، يعني هنشرحه مع المراجعه، هنعمل ريفيجن باذن الله، وهنفنش فيها الدنيا كلها وهننفخها يعني. بس يا سيدي اسيبك بقى تكمل انت لو هتذاكر حاجه او هتحل، وانا اكمل اليانسون الساخن بتاعي. شكرا ليكم، نشوفكم في حلقه جايه تريبل تي.